دلوقتي احنا بنتكلم على مش البودكاست، احنا بنتكلم انا طول عمري بقول انا وكريم ما يعرفش غير البودكاست باي ذا واي. يعني هو اللي اقنعنا اصلا هو صاحب الفكره، هو اللي اقنعنا بالفكره. فاللي هو اصلا ما احتاجش ان هو ياخد تمارين او اللي هو طب لا انا هتكلم كده واعمل كده. فهو اللي انت شايفه هو ده كريم اصلا في الحقيقه. تمام. وطبعا انا كده في الحنكش من زمان. تمام. طبعا هم الاثنين بيمثلوا عليكم، في الحقيقه هم غير كده في خالص. الحقيقه احنا لابسين بدل، احنا لسه لابسين بدل وبنشرب قهوه معاه بره، قلعنا بدل ودخلنا سوبرمان. تمام. في التوك شوز او في عالم الاذاعه، بما ان انا بقى اشتغلت برضو فيه، لا في تمثيل كتير جدا ما بعرفش، وفي مش حقيقه كتير جدا، وفي اصلا ان دي مش شخصيتك. انا مش بتكلم عن رامي رضوان بس يا جماعه عشان نبقى واضحين وصراح، لان انا اشتغلت خد راحتك عادي. لا ما انا عارف، لا بس انا بجد ما بتكلمش عليك. انا دلوقتي بنتكلم على الاندستري، بتكلم على مجال الاعلام والاذاعه والجو ده. لا يا باشا، في ناس كتير قوي بتمثل، وفي ناس كتير قوي ما عندهاش فكره هي بتقول ايه، بس هي بتقرا كويس. لانه بيبقى في حاجه اسمها برومتر، او بيبقى في حاجه اسمها اوتو كيو. الاوتو كيو ده بيتحط على الكاميرا، على عدسه الكاميرا. هنحط لكم صوره وبيبقى فيه زي مرايه، والكلام اللي معكوس من الراجل اللي بيكتبه بره. يعني بسطها لهم، هي بتبقى شاشه قدام عدسه الكاميرا مكتوب عليها الكلام، الكاميرا ما بتشوفهاش بس اللي قاعد قدامها بيشوفها. وفي واحد قاعد بره ماسك بقره كده وقاعد بيعمل عشان الكلام يقعد يطلع. فهو المذيع الشاطر في البرامج دي اللي يعرف يقرا من غير ما يحسسك ان هو بيقرا. تمام. فنص الكلام، مش كل الكلام اللي مكتوب ده بيبقى كاتبه معد، فدي بتبقى شخصيه المعد. دي نمره واحد. انا مش هعلق، علق في انا عاجبك ان انت بتقول الفيدباك اللي انت شايفه، اللي انا عشته كمان. انا كنت بغبغي ايه يا جماعه، مش عايز اقول انا بس يا حبيبي يلا كل عيش يا جماعه. طب لو سمعتوا الفستان اللؤلؤ المطرز بالالماظ، انا مالي، مش مهتم. انا مش مهتم هي لابسه ايه، بس يمكن ليه علاقه برضو بفورمات البرنامج شويه. تمام. بس انا بتكلم على فكره ان انت بتقرا مش من ده. غير التوك شوز اللي هي بتبقى ارتجاليه، ودي بتبقى قليله جدا. ليه؟ لان بيبقى فيه ميعاد بريك، ميعاد اعلانات، بيبقى فيه سبونسر ما ينفعش تتكلم في حاجات كتير قوي لان هي ممكن تناقض الجايد لاينز بتاعت شركته. بيبقى فيه مخرج مش عايز ايه، في نتورك، وفي نتورك عامله ديلز مع بلاد. فانت ما ينفعش مثلا تقول مش عارف ايه عن ايه، صح ولا لا؟ ايه صح. انا ما قلت لك سايبك تتكلم يعني. لو هتسالني على الفيدباك بتاعنا هكلمك على الاكسبيرينس بتاعتي، ماشي. ففي العالم ده مش كل الناس حقيقيه، ومش كل الناس بتطلع تقول اللي في قلبها واللي في عقلها، ومش كل الناس بالثقافه اللي الناس بتخش تتعلم منهم لما تتفرج عليهم. ده كل ده ما وراء الكاميرا والمعدين والحاجات دي. انت جاي تخبط في الزملاء؟ لا بس بتخبط في الاندستري كلها. انا بتكلم على انا قلبت الترابيزه خالص. انا بتكلم على الاكسبيرينس بتاعتي. اوكي. طب انت كريم كنت بتحس ايه وانت بتتفرج على اي نوع من انواع البرامج؟ توك شوز مثلا بالذات، لو بنتكلم على التوك شوز، لا طبعا ما اللي خلاني اصلا اتحمس جدا ان انا اعمل بودكاست. انا كنت قاعد في امريكا، حلو، فكنت بتفرج على بودكاست كتير عشان هم كانوا اوريدي بقى لهم شغالين برامج سابقين كتير طبعا. فكان اللي عاجبني فيها جدا هو ان انا حاسس ان انا ايه ده، انا بتفرج على ناس طبيعيين جدا بيتكلموا في حاجات بتعلم منها جامد قوي. فعشان كده كنت بالنسبه لي انا عايز اعمل بودكاست تعليمي ترفيهي، ده كان في دماغي. فده كان السبب. لما كنت افتح توك شو عادي، حتى حاجات بقى ستيفن كولبير ومش عارف مين يمكن جون ستيوارت الوحيد اللي كنت، بس غير كده الباقيين كلهم لا، كنت بحس اللي هو لا، في سنه ان كل حاجه مكتوبه قوي، في سكريبت او في عارف تحسها بروديوست، كل حاجه معمول لها اخراج قوي. فده ما كانش بيبسط انا يعني، بس ده انا اجن من بره يعني. وطبعا ده ينطبق على معظم 90% من التوك شوز بالنسبه لي انا يعني. فده الاكسبيرينس بتاعتي. طبعا كريم بيتكلم عن التوك شوز بتاع بره، لانه نوع التوك شو اللي عندنا في مصر ده ما فيش زي في اي حته في العالم. ايوه يعني مفيش في اي حته في العالم تلاقي برنامج بيتكلم في السياسه والاقتصاد وحاجات اجتماعيه وحاجات رياضيه وحاجات فنيه وحاجات دينيه والمذيع بيدلي بداله، يعني ممكن يقول رايه فيه. اذا تصدق فعلا عمري ما خدت بالي ان احنا الوحيدين اللي بنعمل كده. انت امريكا بتتكلم على جانرا اصلا الليت نايت شو في امريكا اغلبه 90% منه حاجات لذيذه وانترتيننج وفن وملوش علاقه بالتوك شو بتاعنا خالص في مصر. صح جدا. ولو جيت بصيت في اي حته في العالم مش هتلاقي الموديل الموجود عندنا ده. صح جدا. على فكره اول مره اخد بالي الموضوع ده. فاحنا عاملين حاجه مش موجوده في الدنيا. الحمد لله الحمد لله. خليني اقول لكم بقى الفيدباك على اللي انتوا قلتوه. في مذيعين بيشتغلوا بالاوتو كيوب بس طبعا. في مذيعين بيمثلوا او خلينا نقول بيأدوا اللي بيقولوه، ممكن وارد. بس يمكن جزء من كلامك يا بس مبني على الاكسبيرينس بتاعتك. انا الاكسبيرينس بتاعتي مختلفه شويه.
ليه؟ لانه انا اول ما بدات اعمل توك شو كان برنامج صباح اون، والكلام ده كان في نهايات 2010 منتصف 2011، لانه انا اول ما طلب مني من رئيس القناه انه سيب البرنامج بقى اللي انت بتعمله، انا عايزك تيجي تقدم في صباح اون. فقلت له لا ده سياسه جدا وبتاع، دي منطقه مش قال لي ما انت البرنامج اللي بتعمله اوريدي خلاص بقيت في ملعب السياسه، فانا شايف ان انت لايق عليك تعمل صباح اون. فبدات جمعه وسبت ويك اند في البرنامج الصباحي ده. حلو. جمعه وسبت وقتها ده كان عندك ايه؟ جمعه الغضب، خميس اللي مش عارف ايه، سبت فبالتالي انت عندك تركيز في اليومين دول غير طبيعي. اللي هو الصبح قبل الصلاه الناس بتتفرج عايزه تعرف ايه المظاهرات اللي خارجه النهارده عشان انزل. السبت عايزه تعرف ايه اللي حصل امبارح بقى، ايه اللبش اللي حصل. صح جدا. هاجي لك هنا بقى لحته التمثيل، بس هحطها لك في فريم تاني خالص يا باسل، وهو انه اول حاجه فكرت فيها لما جيت اعمل البرنامج الصباحي ده صباح اون، انه مين الجمهور اللي بتفرج الصبح؟ ناس كبيره، ممكن رجال اعمال، فبالتالي في شخصيه معينه لازم اظهر لهم بيها، لانه فكرت بدماغ المتلقي اللي هيشوف شاب وقتها بقى كان عندي 25 سنه، مين الشاب اللي طالع يكلمني في السياسه والاقتصاد والمظاهرات، مين ايه حجم ثقافته عشان يجي يشرح لي ويقول لي فلازم كنت ابقى جد جدا. حتى الالوان بتاعت لبسي اللي بلبسها كنت مركز فيها جدا، ملت اكتر الى الالوان الداكنه، اسودات، كحليات، رماديات. انا راجل بحب الالوان اكتر، اظن باين شويه يعني باين كتير. ف... هنا وده طبيعي جدا انك دايما لما تيجي تقدم كونتنت للجمهور في تلفزيون بقى، في اذاعه، في ديجيتال، لازم تفكر مين الجمهور المستهدف عشان تطلع له في مسافه قريبه منه. ما ينفعش مثلا ابقى بعمل برنامج بكلم الطبقه المثقفه واطلع اكلمهم بلغه عاميه جدا، مش هيتفرج. والعكس، ما ينفعش ابقى بعمل برنامج، هعمل بودكاست للشباب ديجيتال وابقى اتحدث اليهم باللغه العربيه الفصحى، مش هيكمل معايا 10 ثواني. فساعات في بعض الاحيان انت لازم تفكر في الفريم اللي انت موجود فيه وهتخاطب بيه الجمهور، انك مش بتمثل، لكن بتحط نفسك في قالب معين يليق بالجمهور المستهدف اللي مستني يسمعك عشان يبدا يديلك فرصه. انا بقى البيرسونال اكسبيرينس بتاعتي مثلا ثرو اوت، كان مره من المرات في قاعده كده مع احد الشخصيات، يعني قال لي بص انت والله شاطر، ده الكلام ده زمان قوي اول ما بدات، والله انت كويس كده، بس بص انت محتاج تمثل شويه. قلت له ما بعرفش تمثل اذن ايه قصد يعني بمعنى لا تمثل ادائك. ايوه انا فاهم قصدي، بس في حاجه حزينه اتاثر قوي وافور قلت له تمام حاضر، هفكر في الموضوع ده. ولما مشيت كنت على قناعه دايما انه الجمهور فعلا ذواق، ولو طلعت مثلت عليه هو هيبقى عارف انت بتمثل فمش هيقبلك، انما هيحبك اكتر وانت على طبيعتك. فطبيعي ان انا بقول حاجه ممكن تكون حزينه هبقى متاثر بيها شويه، غير لما اقول حاجه سعيده، المنتخب المصري كسب النهارده ماتش مهم جدا، هبقى طالع بانرجي فرحه. فبالتالي ودي بقى في ثقافه البادي لانجوج، طبيعي ان انت البادي لانجوج بتاعتك تبقى بتعبر عن اللي انت بتقوله. هتأفور الناس بقى هتقفشك مش هتبلعك. ففي البعض بيمثل وبيأفور فيه، بس مش كله. بس خلي بالك انا برضو لما كنت بتكلم على الماجوريتي اللي هو الكتير منه، اللي هو اصلا انت في الاخر لما تشوف مين اللي نجح وما يتعدوا على الصوابع، اللي هو يعني هتمشي في الشارع الناس عارفاه بالاسم، اللي هم عندهم برامج كبيره قوي، توك شوز، انا حاسس هتقول اسامي كمان شويه عادي منى الشاذلي، لميس الحديدة، عمرو اديب، في الكوره ابراهيم فايق، في بس كلهم في الاخر يتعدوا على الصوابع. فاهم قصدي؟ لكن في غيرهم 1000 مذيع اللي هم بيخشوا ويطلعوا ومحدش بيتفرج عليهم. طيب اللي انت بتقوله ده يخليك تبص على انه كل واحد من الاسامي اللي انت قلتها اجتهد جدا في شغله وعلى طبيعته جدا في اللي بيعمله اغلبهم، فبالتالي وصلوا للجمهور. في حد تاني من ساعة ما بدأ وهو ما يعرفش يطلع بره الاوتو كيو،